السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حضرات؟ عاملين ايه؟ مع حضراتكم فيديو جديد من قناتكم لفة في مصر. احنا دلوقتي في محور اللبيني هرم، وهنطلع طلعة الدائري، وعايزين نشوف ايه اخر تطورات الدائري من ناحية الهرم. ولو انت جاي من الطريق السياحي، ولو انت جاي من اكتوبر، لو جاي من الصحراوي، هنطلع طلعة الدائري دلوقتي ونشوف ايه اخر تعديلات الطريق الدائري. بصوا يا جماعة، الكافيهات اللي فتحت على كورنيش النيل، في وصلة نيل هنا، كافيهات فتحت هنا على محور اللبيني، حاجة جميلة جدا. احنا هنا في طريق سقارة السياحي، اتفتح كل الاماكن دي مطاعم وكافيهات وقعدات حلوة جدا على وصلة من نهر النيل كده. احنا هنا كده في شارع سقارة السياحي. زي ما حضراتكم شايفين كده، ده من طريق سقارة السياحي في اتجاهنا مباشرة للدائري. الشباب بقت بتستغل يعني هنا المكان ده كان الاول كان وحش جدا، وكان منظر كان بايخ جدا. بص المنظر اختلف وبقى فيه قعدات، الشباب عرفت تشتغل، والدولة برضك وفرت لهم اماكن حلوة انه يقدروا يستثمروا فيها بطريقه بشكل ممتاز. ده حل برضك من شكل البلد. احنا في طريق سقارة السياحي، ودي طلعت الدائري يا حضرات. هنطلع دلوقتي، هنخش يمين وهنطلع الدائري كده. احنا طالعين على طلعة الدائري من ناحية طريق السقارة السياحي. وبكده يا جماعة احنا طلعنا على الدائري. بصوا الدائري بقى جميل ازاي، وبقى واسع قوي ازاي، ويقدر يستوعب عربيات كتير. هعد الحارات مع حضراتكم: 1 2 3 4 5 6 7 حارات على الدائري في الطريق اللي انا ماشي عليه دون. في ظهري طريق السياحة السقارة، تمام، ومحور اللبيني لو جاي من الطريق السياحي، لو جاي من الاهرامات، لو جاي من الصحراوي، لو عايز كده احنا في اتجاهنا مباشرة، تمام. عايزين نروح وسط البلد، عايزين نروح المعادي، عايزين نروح مدينة نصر، عايزين نروح القاهرة الجديدة، عايزين نروح التجمع، عايزين نروح سيدة عيشة. اماكن كتير جدا. الدائري رابط البلد كلها ببعض. والدائري قد ايه كان بجد يعني من اهم الطرق اللي في البلد، ومن اهم التطويرات اللي حصلت في البلد على طريق الدائري. احنا الدائري كنا زمان نمشي عليها يا جماعه، كان بصراحه يعني اكيد كلنا مشينا على الدائري، العربيه كانت تقعد تتنطط ويمين وشمال ومطبات. الطريق دلوقتي وسع واختلف وبقى حاجه جميله جدا. ولسه كمان لما الاتوبيس الترددي يمشي عليه، اكيد 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 الدوله هتهتم بيه اكتر من كده. لو احنا حضرات عايزين نطلع على القاهرة الجديدة، هنكمل على طول على الدائري. لو عايزين نطلع على كورنيش المعادي، عايزين نطلع على الجيزة، شارع البحر الأعظم، مصر القديمة، بنخش يمين يا حضرات، وهوريكم الدخلة يمين. وخدوا بالكم يا حضرات، الدخلة اليمين دي انتوا لو فتوها هتضطر انك تلفوا تاني لفة كبيرة، فلازم برضك وحضراتكم ماشيين على الدائري تلتزموا بالسرعة القانونية. كورنيش المعادي هنخش يمين، المنيب هنخش يمين، الجيزة هنخش يمين، مصر القديمة هنخش يمين، شارع البحر الأعظم هنخش يمين. لو مكملين على القاهرة الجديدة هنكمل على طول يا حضرات، وهوري لحضراتكم هنخش يمين من فين دلوقتي. نخش يمين من هنا يا حضرات كده. الطريق الدائري بقى يعني الطريق كان الأول طريق وبنزلات وبطلعات، دلوقتي اتعمل كباري جنب الطريق الدائري
ميزته جدا زي ما هتشوفوا مع حضراتكم دلوقتي. شايفين الكوبري اللي على الشمال ده كوبري جنب الدائري، بس مثلا بياخد ايه، بياخد المنطقه دي بنزلات المنطقه دي. يعني مثلا لو انت عايز تنزل منطقه بتكمل بقى ايه على الدائري مباشره، عايز تعدي المنطقه دي بتركب الكوبري وبتعدي المكان كله. فدي حاجه مميزه جدا. بص كاميرات رادار وبقى في مراقبه وكاميرات على طول الطريق. الاضاءه بقت هايله جدا على الطريق. في اعمال انشاء وتطوير على الطريق الدائري اهم بيظبطوه. كاميرات الرادار اللي على الدائري. الطريق الدائري اختلف وسع بقى حاجة ممتازة جدا، ورابط البلد كلها ببعض بشكل ممتاز. احنا هنا كده يا حضرات بنعدي من فوق نهر النيل مباشرة. دلوقتي هنا دخلة المعادي، دخلة حلوان، بنخش يمين مكملين على طول كده يا حضرات. لو احنا عايزين نروح القاهرة الجديدة، عايزين نروح سلام موقف العاشر، عايزين نروح طريق مصر اسماعيلية، عايزين نروح اماكن كتير جدا، متابعين مع حضراتكم من على طريق الدائري. بصوا كده يا حضرات، الطلعة دي من على الدائري يا حضرات بتاخدنا على متحف القومي للحضارة المصرية، بتاخدنا على صلاح سالم، بتاخدنا على مدينة الفسطاط، بتاخدنا على السيدة عائشة. اهي الدخلة دي يا حضرات من الطريق الدائري. الدخلة دي جديدة من على طريق الدائري. المنطقة هنا اختلفت تماما، الكباري اللي اتعملت هنا وفرت وقت ووفرت تكدس مروري في حتت معينة. ليه؟ ان بقى عندك اكتر من مكان تقدر تتحرك منه، واكتر من طريق لو انت جاي من اكتر من مكان، بدل ما كلنا كنا نتكدس في مكان واحد وتبقى حركة المرور صعبة جدا. احنا دلوقتي بالكوبري ده بياخدنا، احنا يعتبر تحت مننا منطقة الخيالة، وبيعدي بينا من مدينة الفسطاط. بننزل من على الكوبري ده على طول مباشرة، هنشوف مع حضراتكم بنبقى على السيدة عائشة. تمام. على شمالنا لو حابين نلف ونرجع تاني على متحف القومي للحضارة المصرية اللي اتنقل حضراتكم فيه الموميات من فترة قريبة، وكان معمول له حفلة بطريقة ممتازة. وتحت مننا هنا دلوقتي نادي الفروسية، وفي بحيرات هنا جميلة جدا. طبعا المكان مش هيبان. بصوا جبال المقطم من بعيد باينة ازاي. مصر بلدنا جميلة، بلاد الدنيا كلها. بعض الكباري لما عملت ظهرت البلد من فوق، البلد شكلها تحفة جدا يا جدعان من فوق. دلوقتي هنا في نازله بيقولك لو انت عايز تنزل على كورنيش النيل ومتحف الحضارة بنخش يمين، عايزين نطلع على طول السيدة عائشة بنكمل على طول. وهنا حضارات نادي الفروسية اهو تحت مننا. وهنا العماير اللي في مدينة الفسطاط، وده الكوبري اللي مع حضراتكم. القلعة مباشرة قدام حضراتكم هناك اهي. جمال المدينة. بص المدينة وفي بحيرات جوه بقت عذبة وحاجات تحفة يا جماعة. البلد حلوت. احنا هنا في مصر القديمة. المكان ده يا جماعة كان مكان كانت كله بحيرات، وكان متساب كده من الدولة، كان وحش جدا وكان بشكل عشوائي. الدولة طورته وخلت المكان هنا بجد روعة في الجمال. أول ما بننزل يا جماعة من على الطريق بياخدنا الطريق عند مركز شباب عين السيرة زي ما حضراتكم شايفين كده قدامكم. بيقابلنا كده قدام حضراتكم سور مجرى العيون، ده اللي كان بينقل مياه. وقدام حضراتكم بعد كده القلعة. الطريق هنا اختلف وحلو جدا يا جماعة، هتشوفوا دلوقتي مع حضراتكم. الطريق هنا اتسفلت واترصف وحلو جدا. احنا دلوقتي على يميننا سور مجرى العيون، وقدامنا ميدان السيدة عائشة، وورانا لو رايحين على مدينة الفسطاط وعين السيرة والجيزة. الطريق هنا اترصف وحلو جدا زي ما حضراتكم شايفين. بصوا يا جماعة، هنا عند كوبري السيدة عائشة في زحمة مرورية. تخيلوا بقى ان البلد كانت كلها زمان بالمنظر اللي حضراتكم شايفينه ده.
كان بيبقى ايه الحل بقى؟ الحل بقى كنا هنبقى جراج متحرك، كلنا بننزل في وقت واحد وبنروح في وقت واحد. بص، وقفنا في زحمه مروريه، تمام، عشان خاطر كوبري السيدة عائشة. انا سمعت ان الكوبري ده هيطوروه وهيخلوه بشكل ممتاز، وبصراحه ده هيبقى حاجه جميله جدا، هيخفف اكيد الازمه المروريه اللي هنا. فجماعه الطرق والكباري اللي اتعملت دي حاجه مميزه جدا، وميزت الطرق وسهلت الحركه ووسعت الطرق، فبجد بجد بجد حاجه في منتهى الجمال. ودي القلعه قدام حضراتكم زي ما انتم ما شايفين كده، منظر القلعه من على بعد جميل جدا، وبالاضاءات بتاعتها التحفه. واحنا كده يا حضرات فوق كوبري السيدة عائشة، وانا حبيت ان اصوره مع حضراتكم عشان لما يتم تطويره نبقى نصوره تاني مع بعض. الكوبري يا جماعة، بص كوبري السيدة عائشة بقاله الزمن ما اتطورش. منظر على فكرة، يعني هو الكوبري شكله اثري وشكله حلو، بس بقاله فترة كبيرة جدا. بص الكوبري يعني الجودة بتاعته قلت. يعني لما نبقى في وسط البلد ويبقى القلعة كده بالمنظر الجميل ده قدامنا، ومسجد السيدة عائشة اهو على شمالنا، قلعة صلاح الدين. تحفة القلعة يا جماعة، عاملة إضاءة جميلة جدا. هنا في مسجد اهو بيتم ترميمه، وفي مساجد اهي على الشمال برضه بيتم ترميمها. مساجد مصر القديمة دي يا جماعة حاجات من الحاجات الأثرية، تراث بلدنا. احنا هنا كده نزلنا على صلاح سالم، حابين نلف ونرجع تاني على ميدان السيدة عائشة، بيقابلنا يوتيرن من هنا. ده سور القلعة على ايدنا الشمال. وهنا قدام حضراتكم كده لو عايزين نطلع المقطم، منظر القلعة تحفة يا جماعة. لو عايزين نخش يمين على المقطم، دخلة المقطم من على اليمين من هنا حضرات كده. وبالمناسبة طريق المقطم اختلف وبقى حكاية. طريق المقطم بقى في منتهى الجمال والروعة، وما تحسش بأي مجهود وانت طالع جبل المقطم يا جماعة. احنا دلوقتي متابعين مع حضراتكم على صلاح سالم، على شمالنا سور القلعة، على طول كده بيقابلنا الطريق بيفتح بينا اتجاهين. لو حابين ناخد طريق الاوتوستراد، منشية ناصر، محور جيهان، الدويقة، الكلام ده كله، مدينة نصر، ممكن ناخد اليمين من دخلة الاوتوستراد من هنا يا جماعة. لو حابين نطلع على الاوتوستراد بقى، مدينة نصر، نادي السكة، نادي المقاولين، الدويقة، منشية ناصر، محور جيهان. ومحور جيهان برضك نقدر ناخده من صلاح سالم من هنا. احنا كده هنا نزلنا من صلاح سالم، بيقابلنا بعد كده حضرات من على صلاح سالم حديقة الازهر بتكون على شمالنا. هنا كده حديقة الازهر، وده سور الحديقة. بتكون ممتازة جدا 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 بالليل وبالنهار. بعد كده حضرات بتخشوا على مشيخة الازهر على صلاح سالم مباشرة. مسجد الازهر الشريف، مشيخة الازهر الشريف. وهنا مبنى يا حضرات، هنا المبنى ده تبعهم برضه، تبع مشيخة الازهر، تبع وزارة الدفاع. احنا هنا كده في صلاح سالم،
واحنا هنا كده حضرات في صلاح سالم. لو عايزين نطلع على شيراتون المطار، مطار القاهرة، بنكمل على طول في اخر الطريق ده حضرات بنبقى في شيراتون المطار. حابين نطلع على محور جيهان، حابين نطلع على الاوتوستراد بنخش يمين. حابين نروح كوبري احمد سعيد، حدائق القبة من تحت يمين. حابين نطلع على القاهرة الجديدة العاصمة الإدارية بنخش يمين من على محور جيهان، وفي نفس الوقت تتبع الخطوات. ده مسجد الشرطة من صلاح سالم. المساجد بالليل بتكون منورة بالإضاءات، حاجة بجد مبهجة. ومسجد الرحمن الرحيم هيقابلنا بعد كده، بس أنا هوريكم دخلة محور جيهان ومنطقة أحمد سعيد بعد ما اختلفت واتطورت خالص بالكامل. هنا حضرات من تحت الكوبري كده بيقول لكم لو انتوا عايزين تخشوا المعادي الاوتوستراد يمين من هنا. حابين نطلع على محور جيهان القاهرة الجديدة هنخش يمين. نفق الازهر والقلعة هنلف ونرجع تاني هنا من تحت الكوبري يا حضرات. فاحنا هنخش يمين ونشوف ايه اخر تطورات الطريق هنا. لو يا حضرات عايزين نخش على شارع احمد سعيد او نخش مصر الجديدة العباسية ميدان الجيش بنخش شمال من هنا. محور جيهان الدخلة اللي بعد منه شمال يا حضرات. من هنا حضرات من تحت ميدان الفردوس لو عايزين نطلع على استاد القاهرة نخش يمين، نكمل في صلاح سالم نخش يمين. حابين نكمل على طول كده نطلع على حدائق القبة، نفق احمد سعيد، كوبري اكتوبر. في دخلة من هنا يمين تاني حضرات عشان الناس اللي جاية من الاوتوستراد تدخلكم على نفق الازهر وبتطلعك على صلاح سالم من هنا ورا العربيات اللي داخلة يمين دي يا حضرات. حابين نروح القلعة، نفق الازهر، مكملين كده مع حضراتكم. لو حابين نطلع على شارع الجيش العباسية من تحت الكوبري اللي هيقابلنا دلوقتي يا حضرات، على يميننا تاكي، من تحت منه لو حابين نطلع على كلية هندسة عبده باشا كده من فوق الكوبري ده. الكوبري ده اتعمل حاجة بجد ممتازة جدا، وانا مش ببالغ في الكلام يا جماعة. الحاجة الحلوة لازم كلنا نقول عليها حلوة. الكوبري ده مميز جدا. ليه؟ الكوبري اول حاجة في شارع صغير بدورين، قلل كثافة مرورية جدا 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 على الطريق. وفي نفس الوقت تحت الكوبري ده منطقة مدارس، ورش ومحلات، منطقة سكنية كبيرة جدا. وزي ما حضراتكم شايفين الطريق ده اللي حابب يخش حدائق القبة واللي متجه لرمسيس واللي متجه لكوبري اكتوبر واللي متجه لأماكن كتير جدا، فبنضطر نخش شارع احمد سعيد. فطبعا شارع احمد سعيد لما بقى بالجمال والشكل المحترم ده بقى حاجة بجد تحفة. عمدان النور منور عليه، الطريق معمول محترم جدا. وهتشوفوا دلوقتي يا حضرات الكوبري بياخدنا وبينزل بينا على احمد سعيد. وفي نفس الوقت انا صورته لحضراتكم اكتر من مرة، بس انا كنت حابب ان اصوره لكم من اكتر من اتجاه. بالمناسبة انا هسيب الفيديو مش هوقفه عشان تعرفوا ان الشارع ازاي كان بيقف. دلوقتي الكوبري ده طبعا هي الدولة مش هتبخر العربيات يعني عشان نبقى صراحة كلنا مع بعض، لكن لما يبقى شايفين التجمع اللي انا كنت بتكلم عليه ده تكدس العربيات. شارع احمد سعيد كان من على صلاح سالم كان بيبقى كله كده يا حضرات واقف بالمنظر ده. كنا ممكن نفضل اكتر من ساعة الا ربع او من نص ساعة في طريق صغير جدا ما ياخدش 3 دقايق بالعربية. كنا نقف فيه اكتر من نص ساعة وساعة الا ربع، ويمكن اكتر من كده ويمكن اقل من كده على حسب الزحمة وعلى حسب التوقيت. فاحنا دلوقتي مجرد ما نزلنا من على الكوبري هنا بس عشان التقاطع، اللي داخل العباسية بيخش يمين، اللي بيكمل على طول على حدائق القبة، اللي عايز يخش شمال رمسيس كوبري اكتوبر. اتمنى ان يكون الفيديو عجب حضراتكم، واشوف وش حضراتكم في فيديو جديد. وما تنسوش تدعموني في القناة وتشتركوا في القناة عشان يوصل لكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.